في ممثلين مصريين يبقى نفسهم بيفركوا كده عشان عايزين يوصلوا للترند باي شكل من الاشكال، وده لانهم فشلوا كممثلين ومفيش حد اصلا معبرهم ولا بيجيبهم. زي كده الفنان المحترم محمد السباعي، هو المهنه في البطاقه ممثل، لكن لو هننزل بقى على ارض الواقع فالمهنه هي حاجات متعدده جدا. ممكن نقول انه جوز آية سماحه، ممكن نقول اخو ناهد السباعي، ممكن نقول ابن ناهد فريد شوقي، ممكن نقول ابن المخرج مدحت السباعي، ممكن نقول حفيد فريد شوقي. مش عارفين في مثل كده بيقول لك 7 صنايع والبخت ضايع، او هنا هنغير المثل هنسميه 7 وسايط وبرضك فشل وزايط. وده يفسر لنا السبب للصوره او للفيديو اللي ميمي منزله عنده على صفحته علشان يركب الترند، وبمجرد ما ركب الترند والناس على طول هجمته راح شايل الفيديو عشان يعمل قال يعني هو ما كانش قصده. محمد السباعي يمكن اغلبنا ما نعرفش اصلا مين ده، يعني بجد في ناس كتيره جدا ما يعرف هو مين ده اساسا. يقول لك ده انا شفته مع آية سماحه، ونكتشف ان هو جوزها، وتبقى مستغرب حتى ازاي جوزها وسايبها. يلا ما علينا. واضح ان ميمي بيحب جدا فكره الترند، يعني هو لانه ما بيشتغلش او ما بيمثلش او ما فيش اي حاجه اصلا تخلي الناس تعرفه او تفتكره، فايه اللي يخلي الناس تعرفه؟ انه يعمل شويه ترندات، يعني نفس مستوى البنات والولاد بتوع التيك توك كلهم عايشين على الترندات. فيمكن هو كان ليه ترند من قريب كان مع آية سماحه اللي هي مراته في الاسانسير، وكان في صوره متصورينها وهم بيرقعوا واحده مشبك. الصوره دي طبعا كانت طالعه ترند كبير جدا، بس شوف يا اخي سبحان الله، حتى في الصوره دي آية سماحه هي اللي كانت ترند، فده ياكد لك يا ميمي ان مفيش حد عارفك اصلا. فاشل يا فاشل. فميمي واضح انها زمتت في نفسه شويه، اتضايق، قال لك الله يعني آية تطلع وانا كميمي ما اطلعش ازاي؟ فقرر بقى انه يعمل ترند بنفسه. والترند الجديد اللي هو اكتر حاجه مستفزه للمصريين ايه؟ ان في مباراه مصر والارجنتين تطلع تقول ان انت هتشجع الارجنتين. فراح هو مصور فيديو ان هو بيشجع الارجنتين قدام المنتخب المصري، ونزل الفيديو ده على الانستجرام. هو طبعا حب يركب الترند، بس هوب الترند هو اللي ركبه، وتحديدا الشعب المصري، فاضطر ان هو يشيل الفيديو بتاعه عشان يعني يداري الموضوع او الموضوع يتلم. بس انا بقى يا ميمي النهارده جاي عشان الموضوع ده تحديدا ما يتلمش. بالمناسبه بس يا جماعه عشان تعرفوا هو ميمي ايه اللي اشتغل، وعشان ناس كتير جدا بتقول لك يعني هو ما اشتغلش، معقوله ما مثلش؟ لا، هو الحمد لله مثل في شويه حاجات يتعدوا على الصوابع، واساسا الحاجات دي 3/4 مش معروفه، يعني يمكن هتلاقي 3-4 اعمال اللي كانوا شويه معروفين، ومع ذلك انت اصلا مش هتفتكر هو مين. يعني مثلا في فيلم اسمه فص ملح وداخ، ده كان المؤلف وممثل فيه، كان طالع في مسلسل هذا المساء ومسلسل كانه امبارح، والله يعني حتى لو انت شفت المسلسلات انت مش هتفتكر ميمي اصلا ولا هتعرف هو كان فين. وكان طالع برضو في مسلسل حدوته مر. بس هو ده كل تاريخ ميمي الفني، فما فيش اي انجاز واضح زي ما احنا شايفين، رغم بقى ان ميمي المفروض ان هو حفيد فريد شوقي، وفريد شوقي ده كان اسمه الملك، ده كان نجم كبير جدا، بس هو ما عرفش يعمل اي حاجه. يعني حتى احنا دايما بنقول ان الممثلين ولادهم او احفادهم بيبقوا ممثلين زيهم وبيتشهروا عشان الواسطه، بس على الاقل بيبقى عندهم بذره. هنا بقى انت متخيل ان يعني حتى ده حفيد فريد شوقي، وامه كانت منتجه، وابوه مخرج، واخته ناهد السباعي، كل الحاجات دي، بس هو ما فيش بقى اي بذره ولا ذره موهبه، فبالتالي ما فيش اي حاجه زقته. يعني مع كل الوسايط دي مش قادر برضه انه يتشهر، واضطر يلجأ لعالم التيك توك والترندات. فاشل يا فاشل. فبعد ما شفنا الفيديو اللطيف بتاع الارجنتين يا استاذ ميمي، صدقني انا هحاول اكلمك باحترام النهارده. يعني نصيحتي ليك لو انت عايز تعمل ترندات وتتشاف كده، انت ممكن تخليك في ترندات المشابك اللي انت كنت بتعملها مع مراتك عادي. يعني لو انت القرايل تسمح لك بكده تمام، خليك في ده شيء يخصك ويخصها. ممكن مثلا تعمل لنا ترند عن روتين شعرك، لان بصراحه عاجبني موت التسريحه والنعومه، فانت ممكن تعمل ترند انك تجيب بقى روتين ازاي بعمل شعري شعري شعري، وبرضه هتوصل للترند والناس هتشوفك. وممكن بس هينطقوا كلمه اولها خ تضايق، بس مش مشكله، ديك وصلت للترند. ممكن تاخد المدام بما انه واضح ان ده الفريش معاك، وتعملوا مع بعض يوميات بقى، تعملوا روتين يومي، تنظيف المطبخ، تنظيف اوضه النوم، يعني الحاجات المستوى اللطيف بتاع ترندات التيك توك والحاجات دي ممكن تعملوه، برضه ما حدش هيكلمك وهتوصل للترند. لو انت مثلا مش عايز تعمل الفيديوهات دي، اتجه يا سيدي للاعلانات، او بيقولوا الفوط الصحيه دلوقتي بتعمل اعلانات كتير، بيقولوا الفوط الصحيه دي بتكسب كتير وبتحتاج انفلونسرز رجاله موت زيك كتير قوي. لا شفت في افكار كتيره جدا كانت ممكن توصلك للترند، لكن انت لما تطلع بقى تستفز المصريين وتتصور بالفانيلا بتاعت منتخب الارجنتين، انت فاكر ده هيوصلك للترند؟ هو ماشي هيخلي الناس يعرفوك، بس الموضوع هيضرب في وشك او في شعراتك، لانك هتطلع الترند والمصريين هيطلعوك مسرح. ده بجد يعني. بالعكس يعني انت قبله ما كنتش معروف او الناس مش عارفاك، دلوقتي بقى المصريين هيحطوك في دماغهم،
هيبقوا عارفينك كويس قوي، فحتى لو في منتج تجرأ وجابك في عمل، المصريين هيقول لك احنا هنقاطع الاعمال دي ونسقطها. زي كده لو تفتكر اللي عملناه مع بيومي فؤاد لمجرد انه غلط في محمد سلام علشان موقف مصري محترم. يعني انت مش اكبر من بيومي فؤاد ولا انت ابعد عن ان ده يحصل لك. بعد ما تشوف الفيديو والصورة المستفزة بتاعت محمد السباعي بين قوسين جوز آية سماحة، وكمان في عز الأحداث بتاعت مصر والأرجنتين، يبقى في سؤال مهم جدا: هي الناس دي بجد عايشين وسطنا؟ أصل عارف لو كان الموضوع مجرد ماتش كورة، يعني أنت بتشجع مصر بتشجع الأرجنتين، الموضوع كروي 100%، كنت ماشي خلاص، هو يا سيدي يعني في دماغ بتهس منه بس نعديها. لكن الموضوع دلوقتي عدى مرحلة الكورة ودخل في مرحلة السياسة، دخل بقى ليه إسقاطات معينة، وده أنت تقدر تشوفه لما تشوف الماتش وتشوف مصر تم اقصائها ليه، وموقف حسام حسن ايه، وميسي ده مين وبيشجع ايه او بيدعم ايه، ومين اللي بيدعمه. فالموضوع واضح ان هو سياسي 100%. ففي وسط ده كله الاقي واحد المفروض يعني انه محسوب على المشاهير، ولو ان هو مفيش حد يعرفه وانا متاكد، يعمل الفيديو ده. وحتى لو حد قال لي قد يكون بيعمل الفيديو ده هزار او بينزل الفيديو ده في اول الماتش مثلا، لو هزار فده معناه انه في غياب وعي. المفروض تبقى مدرك ايه اللي ينفع تهزر فيه وايه اللي ما ينفعش تهزر فيه. واكيد حته السياسه والوطنيه وبلدك والحاجات دي ما فيهاش امكانيه الهزار، وبالذات ان الموضوع المصريين متضايقين من الماتش ده مش عشان خساره، عشان الظلم اللي حصل. لو هو هزار فده يدل على قله وعي انك ما انتش عارف تهزر في ايه. ولو حتى الفيديو ده انت منزله في بدايه الماتش، يبقى برضه ده يدل على قله وعي وقله ثقافه. هو انت مش عارف مين فريق الارجنتين، وانت مش عارف ميسي مواقفه ايه؟ انت بقى كواحد مصري انت تقبل انك تشجع حد بيعمل كده؟ وهنا ده بقى يوديني لسؤال تاني مهم: هي الناس دول اللي زي ميمي السباعي مش المفروض ان هم يتحاسبوا؟ انا مش قصدي ان اي حد يشجع كوره منتخب ضد منتخب مصر انا حاسبه، انا مش بتكلم في كده. هي دي المفروض ذوقيات ووطنيات وانسانيات، بس مش دي اللي بنحاسب عليها. لكن بتكلم لما الموضوع يبقى فيه اسقاطات كده، ويبقى فيه سياسه كده، ويبقى فيه ظلم على منتخب مصر العالم كله بيتكلم عنه، ولاقي واحد المفروض انه مصري، والمفروض انه واحد لانه هو ميمي في الاخر بيعمل كده وبيستفز المصريين. انت ايه الرساله اللي عايز توصلها؟ هو طبعا هو اكيد ولا في دماغ في البلاله اساسا، هو كان عايز يركب الترند وخلاص، ولا اساسا هو فاهم مصر ايه والارجنتين ايه وميسي مين رفع علم ايه. ده في البلاله، ده عايش جوه الفيلا في الكومباوند بتاع مامي. يا استاذ اشرف زكي، انت مش بتصدعنا ليل نهار قوة النعمه والفنانين؟ لا يمكن نسمح لحد من الجمهور انه يغلط في الفنانين. طيب ولما واحد من الفنانين او اللي محسوبين على الفنانين يطلع يغلط في مصر وفي المصريين وفي مشاعر المصريين ويستفزهم زي ميمي ده السباعي، ده عادي؟ مش بنكلمه، مش هنحاسبه، مش هنحوله لتحقيق، مش هنساله انت عملت كده ليه؟ واضح جدا ان هو بيعمل كده عشان يركب الترند. بس طبعا هو المصريين وجبوا معاه وهم اللي ركبوا. ده حضرتك مش هتحاسبه يا استاذ اشرف؟ يا استاذ اشرف، يا استاذ اشرف، انت نمت تاني؟ اكيد ما ينفعش اختم حلقه زي النهارده غير لما يبقى هو ده سؤال الحلقه. وجه كلمه لاستاذ ميمي السباعي، كلمه تليق بعبقريه الفيديو الترندي اللي هو كان عامله وهو بيشجع منتخب الارجنتين. وبراحتك، عايز توجه كلمه، عايز توجه سحبه، عايز توجه صباع، انت حر، يعني الكومنتات مفتوحه. ميمي السباعي ده اللي هو والله انا اتفاجئت ان هو اصلا ممثل، انا عارف ان هو جزء سامح. بعد اللقطه اللي شفتها دي، ده بيعبر عن مشكله اغلب الجيل الجديد اللي طالعين. هو لا في وعي ولا في ثقافه ولا هم مدركين اي حاجه، ولا حتى حاسين بالشارع المصري وبالمصريين بيحبوا ايه وما بيحبوش ايه، رغم ان دي بديهيات. يعني اكيد المصريين هيحبوا اللي يشجع مصر وما يحبوش اللي يشجع الارجنتين. بس ده جيل مغيب جدا ومحسوبين علينا فنانين، لانهم جيل طالع من جوه الكومباوندات وكل هدفهم انا عايز اوصل لترند، انا عايز ابقى مشهور، عايز يبقى معايا ملايين، ان هم ما يعرفوش اي حاجه عن الشارع المصري. ولذلك دي تعتبر اسوأ حقبه زمنيه فنيه احنا بنمر بيها، بقى حقبه ميمي او كل اشباه ميمي. خلاص استاذنكم بقى اللايك والشير والكومنت والسبسكرايب، تفعل الجرس. لو انت اول مره تشوفنا، لو انت من العتاوله اللي عارفيننا من قبل كده، هترجع في القناه هتلاقي سلسله ملخصات لافلام ومسلسلات عربي اجنبي قديم جديد، وسلسله تقييمات لافلام ومسلسلات عربي اجنبي قديم جديد، او تريلرز لحاجات لسه هتنزل. وفي سلسله هبديه هزليه في حب الفنانه الفلانيه، غير سلسله 10 افلام مسلسلات مسرحيات. معاك وقت، جهد، باقه، طاقه، خد لك لفه، قول لي ايه اللي عاجبك ايه اللي مش عاجبك، عندك اقتراح، عندك فكره، عندك اي حاجه اكتبها لنا في التعليقات ونحاول نظبطها ان شاء الله. وكالعاده بنختم بالكلمه بتاعتنا، كلمه ايه؟ غيره.